وفي دقيقتين اثنتين إن أذنتم لي أنا أعلق فقط إن شاء الله بما يعني ناديت به في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. لن أخرج عن هذا إن شاء الله تعالى، لكنني يعني تألمت كثيرا لهذا المنشط الكبير على الصفحة الأولى في اليوم السابع. المنشط يقول الشيخ محمد حسان يقول الذين يهاجمون المجلس العسكري والقوات المسلحة كالمرتدين بعد وفاة الرسول. فقط لا أزيد على أن أقول هذا خبر كاذب، ولا أقول بهذا القول جاهل فضلا عن طالب علم، لا أقول بهذا القول جاهل فضلا عن أن ينسب هذا القول لطالب علم. لن أزيد على هذا، أنا فقط أعاتب إخواني في اليوم السابع يعني على هذا المنشط. أين التحري وأين التثبت؟ وهل يعقل أن تنشر كل جريدة ما تشاء وما تريد بحسب فهم الصحفي الكريم الذي جلس واستمع، أو بحسب تفريغه هو، أو بحسب رؤيته وهواه؟ أيعقل أن يكتب كل صحفي ما يريده على صفحات الجرائد لنثير الفتنة والبلبلة والفوضى بين الناس، ثم بعد ذلك تقول الجريدة لهذا المتهم أو لهذا الذي كذب عليه يقال له والله ابعد تكذيب؟ هل هذا منطق؟ هل هذا يجوز؟ أنا لا أريد أن أتجاوز، وإن شاء الله لن أتجاوز، لكن أنا عاتب على الأخ خالد صلاح وعاتب على إخواني في اليوم السابع أن تكون أخبارهم بهذه الطريقة بلا تثبت وبلا تبين. لما لا يكلف رئيس التحرير خاطره أن يتصل على صاحب هذه التهمة ليتحقق منه؟ أنا في جرائد كثيرة تتكلم لا تعنيني ولا ألتفت إليها، هذه الجرائد الصفراء وهذه الجرائد التي تعزف على وتر الإثارة لا تعنيني، إنما نتكلم الآن عن جريدة تقرأ وجريدة يحترمها كثير من الناس تطرح هذا المنشط بهذه الصورة. وأنا لا أزيد على أن أقول لن أزيد على أنه خبر كاذب، وأنا عاتب جدا على إخواني وعلى الأخ الصحفي. وأنا تألمت كثيرا حينما علمت أنه كان يصلي معي الجمعة. ألم تستفد كلمة واحدة من خطبة الجمعة؟ ألم تتأثر بآية ولا بحديث لتخرج لتكذب على الشيخ الذي كنت تصلي خلفه في صلاة الجمعة؟ هل هذا يليق؟ هل هذه أمانة العمل الصحفي؟ هل هذا هو ميثاق الشرف الذي عاهدتم الله تبارك وتعالى عليه؟ ثم أقرأ خبرا آخر، وهذا عتاب مني أيضا، على صفحات جريدة الجمهورية. أنا لا أريد أن أعلق لأن الأخبار المنشورة عننا كثيرة وعن السلفيين ورموز السلفيين كثيرة جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يرزقنا الأدب وأن يرزقنا الحكمة. لكن فقط الشيخ حسان بيطالب يعني بيقول له إيه المانع أن يكون في مصر عندنا 80 مليون دقن؟ 80 مليون دقن في مصر؟ أنا أعرف أن مصر مثلا 80 مليون أو 85 مليون. هنخلي النساء لهم دقون، وهنخلي النصارى لهم دقون، وهنخلي الأطفال لهم دقون عشان يبقى عندنا 80 مليون دقن؟ يا جماعة نريد عقلا، يا جماعة نريد صدقا، يا جماعة كفانا يعني إشاعات وكفانا هذا الضلال لا يليق. يعني لا نريد إعلام الإثارة، وإنما نريد إعلام الإنارة، نريد إعلام البناء، لا نريد إعلام الجدال والمراء. بلدنا لا يحتاج إلى مثل هذا إطلاقا الآن، أقول ذلك ورب الكعبة تدينا. بلدنا تعالوا لنلتقي جميعا على الحق، تعالوا لنضع أيدينا جميعا مع بعضنا البعض لنبني بلدنا، لنخرج البلد من هذه الأزمة الطاحنة. يا إخواني أنا طمأنتكم مرارا وتكرارا، أنا طمأنتكم مرارا وتكرارا. أنا لست من دعاة المناصب ولا من هواة المناصب، لا أريد منصبا سياسيا ولا منصبا دينيا. واطمئنوا حتى لا تحملوا قولي ما لا يحتمل، وحتى لا تدعوا علي ما لم أقله، حتى لا يعني يتوهم البعض أنه يتصور أنه يفعل ذلك لتسقط شعبية الشيخ لأنه هيبقى رئيس جمهورية أو هيبقى وزير. أنا لا أريد هذا، ولن أقبل على الإطلاق غير الدعوة. لا أدعي أنني أهل لمنصب الرئاسة ولا حتى المنصب وزير، والله لا أقول ذلك على سبيل التواضع، لا أدعي أنني أهل لهذا، أنا لست أهلا لهذا. هذه الأمانات أكبر مني ومن أمثالي،
أكبر بكثير جدا مني ومن أمثالي. هذه أمانات كبيرة وعظيمة. فأنا أطمئن إخواننا أنني لا أبحث عن منصب، ولا أبحث عن منصب سياسي، ولا عن منصب ديني أبدا. وأنا أعاهد الله ثم أعاهدكم على ذلك، والأيام بيننا لن أتخلى أبدا عن شرف الدعوة إلى الله وعن بيان الحق بحق وأدب وحكمة ورحمة حتى ألقى حبيبي على الحوض إن شاء الله تعالى. هذا كل ما أرجوه رب الكعبة. فأنا أرجو من إخواني بأدب جم أن نتثبت وأن نتبين وأن نعلم أننا مساءلون بين يدي الله عن كل كلمة. وإذا كانت الجرائد معمولة الآن لتصفية حسابات شخصية أو لاتهامات بالباطل وبالكذب، فهذا لا يليق على الإطلاق، هذا لا يليق على الإطلاق. ونحن لا نريد أن نتسبب في فتن. يعني أنا أقول بفضل الله عز وجل مصر الآن لا تحتاج إلى مثل هذه الروح ولا إلى مثل هذه المعالجات. أقرأ خبرا ثالثا: التلفزيون المصري لغى عقده مع الشيخ محمد حسان لأن العقد كان هيكلف التلفزيون ملايين. والله كذب، والله كذب يا إخوان، وأنا بحلف بالله كذب. لا عملت عقد ولا اتفقت مع التلفزيون المصري على برنامج ولا مع غيره. فلما هذا؟ لما هذا الكذب؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا الصدق، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأسأل الله أن يحفظ بلدنا وأن يسترنا وإياكم بستر الجميل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.